شهران كاملان من المحادثات لكي تتوصل الأطراف إلى اتفاق على تمرير قانون يرفع الحجز والمصادرة عن العقارات العائدة لأركان النظام السابق وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل عام 2003. مباحثات طويلة وسحب وإرجاع للقانون قبل أن يصوت مجلس النواب على قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق الذي ألغى قراري مجلس الحكم 88 و 76 الصادرين في نيسان من العام 2003. الحديث كثير عن هذا الموضوع والحديث مع النائب أحمد المساري رئيس كتلة اتحاد القوى البرلمانية. تفضل. حياك الله من جديد دكتور. خليني أتحدث في البداية الفائدة الرئيسية من هذا القانون. يمكن حتى ورا ما تم التصويت عليه وكان المفروض انه يروح الرئاسة الجمهورية، انتم ما تركتوا القانون، بقيتوا ورا رئاسة الجمهورية حتى اكو فقرات الناس بقت تسأل عليها انه حتى بتفاصيل كثيرة. لكن خليني اسمع من عندك فائدته الأولية، شنو عنوانه الرئيسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولمشاهدي قناة الرشيد الفضائية. حياكم. حقيقة هذا القانون هو فيه علاج لقراري مجلس الحكم 76 و 88 الذي كان بموجب هذين القرارين تم مصادرة أعداد كبيرة من أركان النظام السابق، وأيضا حجز للكثير من منتسبي الأجهزة الأمنية وضباط ومنتسبين في أو عاملين في النظام السابق. كانت الأعداد كبيرة جدا للمشمولين بهذين القرارين. نحن يكون هنالك تخفيف لهذين القرارين. طبعا نحن مع إلغاء هذين القرارين، ونعتقد بأن الطريقة ليست بالمصادرة والحجز بهذه الطريقة، وإنما هنالك قضاء. من يعتقد بأن هذا العقار قد تم استيلاء عليه بطريقة غير مشروعة، النظام السابق أخذ بطريقة غير مشروعة، فليذهب إلى القضاء والقضاء يثبت بذلك. لكن هذا الوضع السياسي موجود اليوم. وأنا من أشوف أراجع القرارين شملت القائمة 55. الآن القانون شمل صدام حسين، زوجاته، أحفاده. إذا تسمح لي أوضح، لأن هذا القانون صار فيه لغط كثير والتباس وعدم فهم من قبل الشارع العراقي. لذلك أنا بدي أن أستغل هذه الفرصة بأن أوضح للناس هذا القانون بالضبط، لأن أنا كنت المتابع له عدة أشهر. أنت ذكرت شهرين، لا أكثر من 6 أشهر، ونحن نتفاوض في لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان من أجل إنضاج هذا القانون. هذا القانون يعالج قرارين 76 و 88. خلينا نبدأ ب 76. 76 كان فيه مصادرة الأموال. القانون الآن تكلم عن مصادرة شريحتين فقط، اللي هو شريحة صدام حسين وعائلته إلى الدرجة الثانية. خلاص، هذه شريحة، هذه مصادرة أموال. الشريحة الثانية هم قائمة 52. هي كانت 55 بس يطلع معهم صدام وعدي وقصي يقول 52. قائمة 52 أيضا مصادرة، لكن ما بعد لكن شنو؟ أولا العوائلهم غير مشمولة إلا إذا من ثبت بحكم قضائي بات أنهم امتلكوا هذا العقار بسبب تسلم المنصب. يعني مثلا وزير ابنه أو زوجته أو أخوه عنده بيت، لا يصادر هذا البيت إلا تم إثبات ذلك بحكم قضائي بات أنه هذا البيت أخذ ابنه أو بنته أو زوجته بسبب تسلم أبوه للمنصب. يعني الدولة انطت له هو ابن وزير أو انطت له هو ابن عضو فرع، والمتملك قبل ما يكون مثلا أبوه وزير، هذا ما حد يلعب. زين، يعني إذا كل واحد طبعا إلا بحكم قضائي بات، ليس ذلك. الأخرى أنه له، أقصد قائمة 52، له أن يطعن أمام لجنة ستشكل في مجلس الوزراء، مدير عام فما فوق، ومن عدة أطراف، من وزارة العدل، من وزارة المالية، من أطراف من الأمانة العامة، من مجلس الوزراء. هذه اللجنة من حق أي واحد من هؤلاء أن يطعن في حال أنه اكتسب المال بطريقة مشروعة. يعني مثلا ورثه من أهله أو اشتراه بفلوسه الخاصة وليس منح له بسبب أنه كان وزير. هذا من يعني مو الدولة السلطة من حتى هذه القطعة وهذا البيت، وإنما اشتراه بفلوسه الخاصة. هذا من أول الشغلات اللي خليتها ببالي. نعم. اللي يجي يطعن، القانون يقول 30 يوم للي موجود داخل العراق و60 يوم للي خارج العراق. نعم. منو راح يحمي هذا الشخص من التليفونات اللي راح تجي
دير بالك توصل، دير بالك تطعن، دير بالك تحاول تراجع على القرار. لا هذا الأمر سهل جدا، إنه أي واحد ممكن أن يوكل محامي، والمحامي يمكن أن يقوم بهذه الإجراءات. هذه إجراءات قانونية، ممكن الوكيل أن يقوم بذلك. هو يقدم ما يثبت بأن هذا العقار اشتراه بماله الخاص، اشتراه من هارون وانطى فلوس الهارون وسجل هارون باسمه، هذا يعتبر غير مصادر القرار حسب نص القانون. أو ورثه من أهله، يعني هذا من أبوه وجاء ورث، أيضا هذا العقار يعتبر غير مصادر. هذا بنص القانون. إضافة إلى ذلك، ليش أصريتوا على القانون؟ يعني أنت تقول 6 أشهر، بهاي الحالة أكو إصرار على القانون. أتخيل أن نسبة الشريحة اللي ظلمت وأخذت عقاراتها كبيرة لدرجة تخليكم تصرون خلال 6 أشهر على هالموضوع؟ أكيد، يعني هذين القرارين خلال الفترة الماضية أسيء استعمالهم، وشرائح واسعة تم حجز أموالهم وتم مصادرة أموالهم باسم هذين القرارين. احنا في تحالف القوى وموقفنا دائما نقول أنه مع إلغاء القرارين وأن نذهب إلى القضاء في حسم الأمور الغير المشروعة، لكن نحن لا نمتلك النصاب الكامل في مجلس النواب حتى نستطيع أن نمرر القانون وفق ما نريد وفق رؤيتنا احنا. لذلك لابد من تفاوض ونقاش وحوارات مع الشركاء، وكانوا الأخوة في التحالف الوطني هم الذين يمانعون في تمرير القانون بالصورة التي نريدها. نحن لا نريد أن نمرر، لم يكن طموحنا أن نمرره بهذه الصيغة، لكن المثل يقول ما لا يدرك كله لا يترك جله. نعم، لم نستطع أن ندرك كل ما نريد في هذا القانون، لكن هنالك نسبة لا بأس بها من الذين صودرت أموالهم، من الذين حجزت أموالهم، سيستفادون من هذا القانون. لذلك نحن بما أن هنالك نسبة ستستفاد، أصرينا على أن نواصل التفاوض ونواصل الحوار وأن نقنع الشركاء. طبعا بالمناسبة أن حتى الصيغة اللي اتفق عليها قبل أن ندخل إلى البرلمان جلسة التصويت كانت هنالك صيغ غير هذه الصيغ، كانت أفضل من هذه الصيغ، لكن خلال الجلسة حدث كلام واعتراضات كبيرة، ويمكن شاهدت الجلسة خلال الإعلام أنه كان فيها لغط كبير حول هذه الأمور. لكن حتى مع هذا اللغط الذي صار استطعنا أن نتوصل إلى هذه الفقرات التي نعتقد أنه فيها شيء من الإنصاف لأناس ظلموا خلال الفترة الماضية. جيد دكتور، أنا بس بدي أن أكمل الموضوع لأنه هذا اللي صار فيه. أنا هم عندي هؤلاء 55 أيضا صار لهم أنه تستثنى دار، مثلا حكم عليه أنه هذا يصادر أمواله له دار سكن. احنا كانت المطلب مالنا يكون مفتوحه وخلاص بيته هو هذا، سواء كان 400 600 800 ايش قد مساحته. لكن الاخوه في التحالف الوطني كانوا معترضين وكانوا لا يريدون الا بتحديدها، ومن خلال النقاشات وحوارات داخل جلسه التصويت استطعنا ان نتوصل بالكاد الى مع الاخوه ان تحدد ب 400 متر، اي ال 55 اتكلم 52 فقط يحدد دار الاستثناء دار السكن ب 52 ب 400 متر. ما يراد لها ذكاء لانه القصور كلها فوق ال 400. خلاص ما زاد عن 400 ممكن أن يشتري من وزارة المالية. يعني السيطرة بهاي الحالة 400 يبقى هذا دار إله. نعم. فوق القصور كلها فوق 400 راح ترجع للوزارة وبعدين يعود تصير بها قرارات. يعني هذا اللي استطعنا أنه نتوصل به مع شركائنا وخاصة في التحالف الوطني. فهمي صحيح هذا الموضوع؟ نعم صحيح، أكثر البيوت أكثر من 400، لكن أنا يعني كان رأينا وكان وجهتنا بأنه خلاص أنت خصص لدار سكن واحدة أيا كان مساحة هذه الدار. لكن لم نستطع أن نمرر هذا الأمر. حددتوها بين 400 إلى 600؟ لا 400، فما زاد عن 400 يذهب إلى الدولة إلى وزارة المالية، وممكن أن يشترى من وزارة المالية إذا زاد هذه لل 52. أما في طبعا وهذا إلى حق أن يطعن في هذه اللجنة اللي هي المكونة من مدراء عامين من عدة كما، وإذا ما أنصفت اللجنة له حق أن يطعن أمام القضاء. وأن يكون حكم القضاء على أساس تملكه بسبب تسلمه المنصب. يعني أرجع أقول أنه فقط بسبب تسلم المنصب تملك هذه الدار، هذا فقط اللي ممكن أن يصادر. ومع هذا اللي طبعا عنده أملاك قبل المنصب، اللي عنده أملاك قبل المنصب ما يجعلها سبب للمصادرة طبعا. وحتى خلال المنصب إذا مشتريها بفلوسه، يعني مو الدولة انطته إياه لأنه كان وزير، هذا من اللي راح يحدده؟ هذا طبعا حدده، هو يثبت، هو عنده طبعا أنه هذا العقار إذا مشتريه من شخص وتحول من اسم ذاك الشخص إلى اسمه، فهذا لا يعد ضمن المصادرات وفق القانون هذا. زين. بالنسبة للأخرى لحق أن يطعن أمام القضاء، والقضاء أيضا يكون حكمه على أساس تملكه بسبب
تسلمه المنصب. هذه ثبتت بالقانون. دكتور هذا الكلام كله مستثنى من عند قامة 52 وصدام حسين وعدي وقصي، لو يرجع القانون يطبق على أولادهم وعلى زوجاتهم بحسب كل التفاصيل اللي ذكرتها. لا صدام حسين وأولاده وزوجاته هذا خلاص، هذا يطبق عليه القانون. أتكلم عن 52. زين. 52 زوجاتهم وأولادهم وأقاربهم إلا إذا كان أكو حكم قضائي بات بتملكهم بطريقة غير مشروعة أو تملكهم بسبب المنصب. والأسماء 52 إلا إذا كان حكم قضائي بات. هم شخصيا تصادر، لكن إلى حق أن يطعن أمام اللجنة ويقدم إثباتات بأنه هذا العقار ما انطت هي الدولة، هذا اشتراه بفلوسه أو إجاء ورث أو يعني ما كان منحة أو إعطاء من قبل الدولة. قوانين مجلس الحكم كانت تتصادر الأملاك اللي خاصة بهاي الأسماء، كل هالأسماء، كل الأملاك بدون بفلوسه، هم وعوائلهم وأقاربهم كلها. لكن الآن تم اقتصارها على هؤلاء فقط، على ال 52. وال 52 الآن لهم حق أن يطعنون ويعترضون أمام اللجنة أولا ومن ثم أمام القضاء، ولهم حق استثناء دار سكن اللي حددت مع الأسف ب 400. زين دكتور، أنا واحدة من المواد اللي شدتني يعني خلتني إنه ممكن تتضارب المادة الثالثة وأنا تقول مع مراعاة أحكام المادة الثانية من قانون الحجز اللي ذكر بها العميد واللي هو بدرجته. هذا طبعا هذا الموضوع مهم جدا أن يتوضح، لأن هذا صار اللغط عليه. شوف، هاي المادة تقول تحجز حجز فقط وليس مصادرة، تحجز الأموال المنقولة وغير منقولة لمحافظين، أعضاء الفروع فما فوق، من كان بدرجة عميد فما فوق، فقط في الأجهزة الأمنية التالية: جهاز المخابرات، الأمن الخاص، الأمن العام، فدائي صدام، الاستخبارات. فقط في هذه الأجهزة عميد فما فوق، يعني ما مشمول من كان في الجيش ولا مشمول من كان في الشرطة أو أي جهاز آخر غير هاي الأجهزة اللي مذكورة في نص القانون. هؤلاء فقط المشمولين بالحجز، اعتبرت أجهزة منحلة. بالضبط، هذول مشمولين بالحجز. ولهم هؤلاء نفسهم ولهم أن يطعنوا أمام اللجنة التي ستشكل، وإذا قدموا إثباتات بأن هذه الأموال لم تعطى لهم من قبل الحكومة بسبب المنصب، يعني كانوا أما مشتريها أو جايتهم مرث، فيرفع الحجز تماما. وإذا ما أنصفتهم اللجنة لهم حق الطعن بالقضاء، وأن يكون حكم القضاء على نفس الأساس، بأنه فقط إذا كان هذا العقار لم يستلمه بسبب المنصب، يعني ما أعطاه إياه لأنه كان عضو فرع أو ما أعطاه إياه لأنه كان محافظ، هذا اشتراه من فلوسه الخاصة، هذا يرفع الحجز عنه وفق القانون. دكتور، من يقول عضو فرع فما فوق، نعم، من أرجع على قرارات المساءلة والعدالة الاجتثاث اللي قبلها كان يشمل بها عضو الفرقة وعضو الشعبة. ما هو هذا التعديل اللي صار في هذا القانون وبالنسبة للحجوزات. الآن نتكلم، هذا قانون صار، نتكلم عن عضو فرع فما فوق، عضو فرع، عضو قيادة، هؤلاء فقط تحجز أموالهم، أما البقية فتطلق وفق القانون. يعني من نفذ هذا القانون الكل تعتبر مطلوق، على اعتبار القانون يعدل بقانون. الإجراءات السابقة عدلت بهذا القانون. معناه بأنه كل الضباط، ضباط الجيش، ضباط الشرطة، ضباط أي جهاز آخر غير هاي الأجهزة، وأنه من عميد فما فوق فقط تحجز. وهذا أيضا له أن يطعن أمام هذه اللجنة ويقدم إثباتاته أنه هذا المال مطت يا الدولة، المال هذا اشترى من ماله الخاص، المال هذا إجا ورث، هذا يرفع الحجز عنه بقرار اللجنة أو بقرار القضاء إذا لم تنصفه اللجنة. وله أيضا استثناء دار سكن. هؤلاء أيضا اللي يعني نرجع ل 400. لا، هنا التصويت كان واضح، 400 فقط لل 55 ل 52. هؤلاء دار سكن وسكت. واليوم كان هنالك، قلت لك بالنقاش اللي صار اليوم في هذا الموضوع، اعتمدنا على ما نطق في الجلسة، ورئيس البرلمان أكد بأنه 400 هي حصرا لل 52، حصرا لل 52. أما البقية فهو دار سكن وفقط. زين، اكو حالة ثانية ما أعرف، يقول حالة اللي هي المادة الرابعة، يقول حال تنفيذ أحكام المصادرة قبل نفاذ هذا القانون ببيع العقار المصادر أو تمليكه بموجب قانون. نعم. خلاه مطلق، فيقتصر الاعتراض على التعويض النقدي. نعم. يعني اللي أخذ العقار بموجب قانون مسن يتعوض نقدا، ما له حق يطالب به. لا، اليوم مثلا أنا قدمت
يعني قدمت إلى هذه اللجنة، واللجنة أنصفتني وقالت أوكي هذا العقار الذي صودر هو حقك والمفروض ما يصادر، يعطى سعر العقار، يعطى ثمن العقار وفق السوق الموجود طبعا. زين إذا هو عقار ليش ما يرجع له؟ مو هو مصادر، صودرت هذه الأموال. ليش أقول أنا هذا تعديل لقرار 76؟ هذه الأموال اليوم مصادرة، هذه أعطت مجال لكل من صودرت أمواله أن يروح يثبت أنه هذه الأموال أنا اكتسبتها بطريقة مشروعة، ما أعطاني إياها صدام حسين ونظام صدام حسين، أنا جتني من أهلي ورث، أو أنا اشتريتها بأموالي الخاصة. هذه اللجنة تنصفه، وإذا ما انصفت اللجنة ينصف القضاء، يرجع إذا كان العقار مبيوع لغير ناس بعد المصادرة فيأخذ حق العقار. زين، هسه هذا اللي اجى بالقانون. نعم. والناس اللي محتاجته، اللي يتحايل على القانون واخذ عقارات واخذ القصور بالمناطق المعروفه، احنا ذاك اليوم قلناها اللي بالجادريه وبالكاظميه وهاي المساحات الواسعه، ما راح يرجع يتحايل على كل هذا ومن ترجع العقارات لوزاره الماليه. طبعا هنالك ماده بهذا القانون تعيد كل التصرفات اللي صارت على الاموال المحجوزه وفق ال 88 عدا بيت السكن. اكو ناس باعوا، هو الى استثناء بيت السكن باع. اول ماده تقول تعاد كلها الى وزاره الماليه. لا، ما هاي المصادره فقط. اللي تصادر زين تروح لوزاره الماليه، لكن المحجوزه اكو بيوت محجوزه، تدري انه انتم اكو جهات اخذتها واشترتها وهي محجوزه، هذه طبعا تلغى كل البيوعات وتعاد هذه كاموال محجوزه، وقد يرفع الحجز عنها وتعود الى صاحبها. شخصيه سياسيه كبيره اللي قاعده بيه، من يقدر يطلع ايا كان القانون. المفروض احنا اذا دوله قانون نحترم نفسنا كدوله قانون، القانون فوق الكل، حتى لو كان السيد العبادي نفسه، حتى لو كان رئيس الجمهوريه نفسه، إذا كانت هذا العقار وفق هذا القانون يعود لصاحبه، المفروض يرجع لصاحبه. صار بها ضمان من عيدة، يعني هسه احنا مثل ما قلنا المادة أول شيء بالقانون إعادتها لوزارة المالية، راح يكون بها حصر أكثر للقضية للأملاك والعقارات؟ طبعا أكيد راح كل واحد عنده أموال أو عقارات مصادرة ويعتقد بأنه هذه الأموال هي حقه وما أخذها من النظام السابق، يروح يقدم، يجي وكيله ويقدم بأنه هذه الأموال مالتي وأنا اشتريتها بفلوسي أو اجتني ورث من أهلي، ويروح هذه وفق القانون تعود إليه، ترجع له. زين. المحجوزة أيضا اللي ذول المشمولين بالحجز، وأكد المحافظين والتمييز أجهزة وقرر، لأن هذا اللي صار اللغط عليه عند الناس، الأجهزة الأمنية اللي ذكرتها فقط وليس كل عميد. هذا طبعا هذا أنا متأكد ومسؤول، وما نشر من نسخة على موقع البرلمان كانت خطأ، وليست النسخة المتفق عليها اليوم اللي أنهينا من إعدادها بالرجوع حتى على التسجيل الصوتي، هي ما أتكلم أنا ومسؤول عن كلامي اللي أقوله، أنه العميد فقط في هذه الأجهزة الخمسة، والمحافظين وأعضاء الفروع وبقية. النسخة اللي عندي تقول جهاز المخابرات، الأمن الخاص، منظومة الاستخبارات، الأمن العام وفدائية صدام. جيد، وبدرجة عميد فما فوق هؤلاء. أي هو بالبداية ذاكروا مدراء الأمن المحافظات والأغذية ومدراء الأقسام التحقيقية. أي هذول هم ممن كان مدير أمن محافظة، مدير أمن قضاء، مدير قسم تحقيقي، هذول نفسهم على هم العمداء ومدراء هذه، مدير أمن محافظة، مدير أمن قضاء، أيضا مشمولين بهذا الأمر. اللي عليهم إجراءات المساءلة والعدالة؟ بالضبط. بس إجراءات المساءلة والعدالة انتهت ويا أعضاء الفرق والشعب. لا ما مشمولين بهذا يعني هذا القرار وقفها الإجراءات بالنسبة لهم. بالنسبة للأموال وقفها هذا القانون. زين، ما أعرف شنو اللي عندكم بعد ملاحظات. هواي الناس كان عندها ملاحظات عليه، خاصة هي قضية العمداء. يعني هي هاي الموضوع اللي كان يعني ملتبس على الناس ويسألون دائما عنه، صار التأكيد عليه. هذا القانون فيه تخفيف عن قراري 76 و 88. أرجع أقول الطموح هو بإلغاء القرارين وأن نذهب إلى القضاء في حل المشاكل. لا بس هو يقول إلغاها، يعني بالفقرات طبعا ألغيت ذيك وحل محلهم هذا القانون حل محل قرار 76 وقرار 88. جين. أنا أقول شيء يعني وأستغل هذه الفرصة اليوم، حتى اللي استلموا أرض أو استلموا عقار، أكثرهم ماكو عقارات، استلموا أراضي بالنظام السابق. زين. اليوم هذا القانون والأصناف اللي ذكرتهم أني، الدولة راح تصادرها أو تحجزها،
لكن أقول اليوم الدولة أيضا جاء تنطي قطع أراضي للوزراء وتنطي قطع أراضي للضباط، لكبار الضباط ولكبار المسؤولين. احنا جانبني بناء يعني سنة سيئة، يعني باكر النظام اللي يجي ورانا هم راح يجي يصادر كل هذه الأموال. هذا مو صحيح، هذا لا يبني دولة. احنا كنا معترضين على هذا الأمر. ليش؟ لأنه هذا ما يبني دولة. هذا فال سيء بالنسبة لهم. طبعا لا تقول لهم النظام راح يجي ورانا. ماكو واحد يخلد أخي هارون. لا احنا نخلد، ولا اللي قبلنا خلدوا، ولا اللي قبلهم خلدوا. نظام الملك راح، جاء النظام الجمهوري راح، النظام البعثي راح. احنا اليوم هاي الدولة مالتنا نظام ما بعد 2003 هم يجي يوم وينتهي هذا النظام. هسه ايش قد 20 سنة 30 سنة هم يجي ورانا يوم. هذه يعني سنة الحياة، انه الناس تدافع، لكن اللي يجي ورانا هم باكر يجي يصادر كل هذه الاموال. ما هذا هو الخطأ. اذا لم يكن هنالك عفو كما فعلت اليوم، عندنا مثال قريب كردستان، عفى الله عما سلف. وشوف كردستان شلون آمنة ومستقرة ومزدهرة ومع اكو مشاكل مو ماكو، لكن بسبب سياسة عفى الله عما سلف صار هذا دكتور الأمر. قبل ما أختم اكو قضية مهمة، قضية البيع اللي صار بعقود رسمية بإجراءات رسمية، لكن بأسعار مو نفس أسعار الواقع اللي موجود. من تروح تسأل على المتر بيش موجود انباعت بأسعار ما تجي على 1%. هذا ممكن القانون يرجعها حتى اللي عنده عقد رسمي؟ طبعا هذا يشمل خاصة المسؤولين بالدولة مصادرتها وفق القانون 76 اشتروا بأثمان بخسة جدا. هذا القرار سيعيد كل عقار باع بثمن بخس بغبن فاحش لأموال الدولة سيعاد. بس ما ذكر بالنص. مذكور بالنص، موجود مادة لكل عقار مبيوع وبغبن فاحش سيعاد البيع فيه. طيب خليني أشكرك الدكتور أحمد المساري رئيس كتلة اتحاد القوى. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، حلقتنا انتهت. ما راح نشوفكم الأحد، نشوفكم الاثنين. مع السلامة. البلد بحاجة إلى قطاع اتصالات قوي بإمكانه أن يمول الدولة. هل هناك نقلة نوعية للبريد السريع خلال الفترة اللي توصل لكم بها؟ حصلنا على مصادقة مجلس الوزراء بأن تتحول البريد إلى شركة عامة مستقلة بذاتها. اليوم الشارع يسأل إنه شنو مصير هاي 1 تريليون دينار بلشت بها المصارف، الخطوات اللي اتخذتها بجدية. البنك المركزي أتاح الآن 1 تريليون دينار عراقي إلى المصارف الخاصة. المعيار اللي أنا خليته اللي حتى قيمة مصرفية تشتغل حاليا بالمصارف. أنت بعد ما يصير تقول مصرف سين خوش مصرف